وأخيرا في بادرة هي الأولى في مصر، استضافت القاهرة بطولة كأس أسونا أراشي، الكأس الأولى لمسابقة السومو المصري، والتي شارك فيها مجموعة من اللاعبين المصريين الذين سبق لهم الحصول على مراكز عالمية متقدمة في اللعبة. البطولة أقيمت بنظام منافسات المحترفين في اليابان تحت إشراف المدير الفني لمنتخب مصر كابتن أحمد خليفة، وبواسطة رابطة مشجعي أسونا أراتشي ومجلة محطة مصر الدولية التي تصدر بالمجان في اليابان لتنشيط السياحة وبدعم من سفارة اليابان في القاهرة. حدث بطولة سومو على كاس عبد الرحمن علاء اسمه الياباني اوسانا راشي. ده لاعب سومو مصري محترف في اليابان، بقاله في اليابان حوالي سنتين. قدر انه في خلال السنتين دول يبقى من افضل 10 لعيبه على مستوى اليابان. والله السومو موجود في مصر من سنه 92 مع انطلاق اول بطوله عالم للسومو للهواة. قدرنا نحقق فيها ميداليه برونزيه في اول بطوله. انا مسكت المنتخب من سنه 2005، من 2005 لغايه 2014 السنه دي محققين حوالي 50 ميداليه في بطولات عالم. عندنا لعيبه اقوياء جدا بينافسوا في كل البطولات والمنافسات. الفتره اللي فاتت بس ما بعد الثوره كان عندنا شويه مشاكل في الاعداد بتاع اللعيبه، الموضوع ده فرق معانا شويه. ابتدينا نفكر مع مدام هدى، دي يابانيه مقيمه هنا في مصر، ان احنا نعمل حدث للسومو عشان نحاول نعمل بيه جذب للناس اللي يبقوا سبونسر لينا شويه، يساعدوا معانا مع وزاره الشباب والرياضه اللي بتبذل مجهود كويس قوي برده معانا ان احنا نقدر نرجع تاني زي ما كنا. لعبة السومو اعتمادها الكلي على التركيز والسرعة، السرعة في الرياكشن والاتزان. هي كل اللي بتغيره في حياتك بس ان انت يعني بتعرف ازاي تفكر، تاخد القرار المظبوط في الوقت المظبوط كده، يعني ما بتغامرش في حياتك، لان السومو لعبة مش لعبة مغامرة. والله انا كنت بلعب قبل كده جودو اصلا في منتخب مصر وكده، فكنت بشوف لعبة السومو دي لعبة سهلة قوي. فبعد كده الكابتن احمد خليفة هو يعتبر اللي مدخل السومو هنا في مصر، فكابتن احمد قال لنا تعالى عندنا وكده. فرحت لعبت بطولة الجمهورية وجبت اول جمهورية 4 مرات. لقيت الموضوع محتاج قوة جامدة قوي، محتاج تركيز. الموضوع طلع غير ما انا كنت مفكر خالص. والله نفسي بخصوص اللعبة انها تنتشر وتاخد مجال اوسع من كده في مصر وتبقى معروفة، وخصوصا ان احنا عندنا خامات كويسة وعندنا ابطال صغيرين كويسين جدا زي عبد الرحمن ما شاء الله. وبخصوص انا نفسي بس ان انا اوصل لهدفي ان انا احقق اول عالم، بعد كده خلاص بقى.